ايوه ايوه، مين اللي بيخبط كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت اللي جابك هنا؟ والله اللي اخوكي معاكي ما هقول لك انا هعمل فيك ايه. حقك تعمل اللي انت عايزه. هي حكيت لك؟ حكيت لي. انا جاي وانا عارف ان احنا غلطانين. تعالى يابا تعالى. ازيك يا حاج؟ ازاي صحتك؟ اخبارك يا؟ لا ابويا كويس كويس قوي. انا اتمنى ان هو يبقى كويس على طول، وما اتمناش ان انا اشوف فيه حاجه وحشه. بس يا علي انا اختي غلطانه وما كانش يصح اللي هي عملته، بس برضه اختي مش غلطانه لوحدها. انت غلطت لما غلطت فيا، مع ان انت عارفني كويس. بس ايا كان يا عم نعديها، علشان خاطر انت كنت في لحظه غضب، وانا عارف ان انت كنت متضايق وزعلان على ابوك، وده حقك. وانا لو مكانك انا ما كنتش رجعتها على رجلها، كنت رجعتها على نقاله بقى ولا ماشيه بعكازات. بس احنا برضو بنفهم في الاصول. قلت يروحوا لاهلها محترم ونعرف هيعملوا ايه. محترم وابن ناس. والله يابا. ايوه يا ابني. لان ابويا لو مش محترم كان قلع اللي في رجله وقطعه على وشها في وقته. بص يا علي، لو كان عمل كده عمري ما كنت ازعل. ابوها وبيربيها، ما هي برضه فاقده ابوها من وهي لسه عياله بشخه، وانا اللي ربيت وكبرت. بس ماشي برضو يا ابني، طالما عارفين ان لها راجل ما يصحش نمد ايدينا عليها، لان عارفين حقنا هيجيلنا لحد البيت، وهو حصل. مظبوط. انا دلوقتي مش جاي اقول لك بقى والنبي خلي اختي والكلام ده، لا، ده انا جاي علشان اعلمها الادب قدامكم واقول لكم اختي لا يا ابني غلطانه. لا يا ابني، مش في بيتنا عيب، احنا برضو مش هنقبل. لو هي تقبل ده احنا ما نقبلوش، احنا رجاله ونعرف الاصول. انا كده كده قلت لها كلام كتير، بس برضه بقول تاني، ما تمدش ايدك عليها. حماكي زي ابوكي، والملك اللي احنا قاعدين ده فيه بتاعه هو مش بتاع جوزك، يعني هو اللي ليه الحق بكل حاجه، فازاي تطرديه؟ حقك عليا، انا اسفه يا علي. انا عمري عليا يا حماية. عمري ما كنت هدخلك عتب البيت ده تاني، بس لاجل اخوك المحترم المتربي انا ابتديت افكر في الموضوع. بس قسما بالله يا داليا هتاخدولك فتره هعرفك يعني ايه جواز ويعني ايه بيت ويعني ايه حما. حقك. لحد ما تفكري بقى كويس وتمشي على عجين ما تلخبطوش. يلا يا بنت خش على جوه. اسمع يا عبد، انا لو كنت رجعت اختك انا رجعتها عشانك انت بس، مش عشان حاجه تانية، لان انا كنت حالف ما هتخش العتبه دي عشان اللي حصل في ابويا، ان ده ابويا ما يقبلش في اللي حصل. والله يا علي ولا انا قابل ولا يرضيني اللي حصل، بس يعني زي ما انت شايف هي عيله غليطه، وانت برضه عايزك تشد عليها شويه. ماشي يا عبد. اختي في بيتك وعلمها على عادتك انت. مش هتوصيني. ماشي، انا استاذنكم انا. ما انت قاعد يا وحقك ابني. عليا تاني يا حاج، وانت بالدنيا كلها والله العظيم، وانا ما يرضينيش اللي حصل. وانت مجيتك يا ابني عندنا بالدنيا، بس ما الله ينفعش يخليك. تمشي كده. لا معلش. خد واجبك وامشي. معلش نبقى نيجي ان شاء الله في وقت احسن وظروف احسن من كده. بعد اذنكم، يلا سلام عليكم. سلام عليكم. مع الف سلامه. سلام عليكم. شايف ابوها راجل محترم، انا مش عارف مين اللي لعب في دماغ البت دي وخلاها تعمل كده. كده اللي احنا عملناه صح، لان كل عين تكرم لها 1000 عين، وما دام راجل وجدع. انا عمري ما كنت هرجعها، بس قسما بالله لولا خاطر اخوها الغلبان ده المحترم انا ما كنت بدخلها. وهي اتعلمت ما عادش تعمل حاجه تاني. تعالى يابا تعالى.